صباح الورد، كيفكم؟ ان شاء الله جمعة مباركة على الجميع. نحن من الطبق الشرقي بنطل عليكم وبنقلكم اليوم رح نحضر عجينة الكبة. طلبتها مني ملكة نفسها من ليبيا. فانا قلت لها ان شاء الله بهالكم يوم الجايين بعمل لك العجينه وبتشوفيها. وهلا بس حضر كمان الحشوه، كمان تكرم عينك يا ملكه نفسها من ليبيا، وبنرحب بكل اهلنا بليبيا، وان شاء الله الله برفع البلاء عنا وعن كل الناس. هلا نحن عنا 4 كاسات من هاي الحجم. خليني اورجيك اياها مزبوط. برغل ناعم، ما بعرف شو بيسموه بالبلاد التانية، بس انا خليني اورجيكم اياه مزبوط. اكثر من هيك حتى يلي عم يشوفني من اي بلد تانية او الحلقة اذا نزلت على القناة، لانه معي بالقناة اكتر. هدلول هاي برغل ناعم 4 كاسات من هدلول. انا بحط معها لحمة. اما بتحبي تحطي لحمة دجاج او بتحبي تحطي لحمة ضان او لحمة بقر، ما عندك مشكلة يا اختنا بليبيا. وهي البطاطا بدك تسلقيها طبعا. هلا بدنا نسلقها وبننقع هدول 4 كاسات برغل، بدهم ياكلوا 4 كاسات مي، كل كاسة بتاكل كاسة، ابدا كل كاسة بتاكل كاسة. جربيها رح تدعي لي. هي البهارات خليني اعدلك اياها. في كمون، في 7 بهارات، فلفل اسود، قرفة ناعمة. انا بحط لها بهارات الماجي، الكاري، وهي الملح. خلينا نروح. المي انا سخنتها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبلش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا عم بعرض لكم الكاميرا لانه اللهبة، يعني البخار اللي عم يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. البخار اللي عم يطلع بخاف انا هذا البخار ما يعني مثل العادة ما يعطيكم منظر مظبوط. في مرة واحدة معي بالصفحة قالت لي بس مرة تانية بعدين البخار بدنا نشوف شو عم تساوي. بسم الله بسم الله. هي 3 كاسات. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بستني لينشفوا. شايفه لسه في عندي شي ما مبل، مشان مزبوط يعني ينبل مزبوط لحتى تفتح الحبة. يعني انتي بدك اياها تفتح الحبة مزبوط. خليني احط لكم الكاسة الرابعة معلي. ان شاء الله الله يجعل ايامكم يا رب، وين ما كنتوا عم تسمعوني ومين ما كان، ان شاء الله الله يجعل ايامكم يا رب هيك مثل هالصباح، ويكون هذا الكورونا درس للعالم للبشرية كاملة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك 4 كاسات يا ملكة نفسها برغل، فحطينا لهم 4 كاسات مي. بدك تغطيهم على بين ما تفتح الحبة. بتكوني سلقتي البطاطا، طبعا اللحمة جاهزة. بعد منها وقت بدك تطحنيهم بدك تحطي البهارات. هلا البهارات انا جهزتهم كرمالك مشان ورجيكي اياهم بس مو اكتر. بس هن البهارات يعني بكير عليهم بس لحتى ينسلق البطاطا واللحمة جاهزة. بعدين نطحنهم على الماكينة. واللي ما عنده ماكينة انا بعلمها طريقة على ايدها تعملها على ايدها، تفركهم بس بدها شوية تعب. يعني إذا واحد معه التهاب أعصاب ما بنصحه، وحدة معها قلب بدها تعمل مجهود كمان ما بنصحها. فخليكم معنا لنسلق البطاطا ونرجع لكم لتفتح الحبة. وهلا بعد ما خمرت أو فتحت الحبة، حبة البرغل، هي البهارات معها اللي قلنا لكم عليها، وهي اللحمة، هي البصل، هي البطاطا. واللي بيحب يعني هي بتبقى رغبة، يلي بيحب بيحط فلفل او فليفله، بيقولوا له فلفل حار او فليفله. خليني اورجيكم اياه. بسم الله. هي يعني بس مشان يعطي طعمة الحدودية مو اكتر. يلي بيحب يحط كمان دبس فليفله، هي دبس فليفله. هذا كلياته هي حسب الرغبة. وانا بنصح تحطوا معلقتين نشا. معلقتين نشا يعني بيعطوكي لون الزهر وبيخلوها تكمش مع بعضها هي العجنة.
مع البرغل بتحطي معلقتين نشا. في ناس بيحطوا طحين، بس النشا بيعطوها اللون الذهبي تبعها. وهلا بدي اورجيكم اللحمه. في لحمه ضان، هي بتكون مفرومه جاهزه، بتجي بالبيمات حسب البلد اللي انت فيها. هلا ببلادنا العربيه يمكن هي اللي تكون بليبيا في لحامين، بس نحن هون عنا لحام ما بيفرم لك اياها بهالشكل، وانت بدك اياها ناعمه. فهي لحمه ضان، لحمه خروف، وهي لحمه دجاج. انا حاططها بالفريزر مشان هيك صارت يعني بالثلاجه. فانتي شو بتحبي؟ يعني انتي الخيار الك، بدك تحطيها تعمليها بلحمه دجاج، بدك تعمليها بلحمه ضان، يلي بتحبيه الخيار الك بيبقى. وهي البصل هو كميه كبيره هذا البصل، بس مو الاربع بصلات هن للعجينه، لا، الاربع بصلات، تنتين للعجينه وتنتين للحشوه. طبعا نحن نسينا نقول شغله، انه فينا نحط بقلب العجينه لحمه مع العجينه، طبعا فينا نحط هالشي. شوفوا هلا صارت مكونات العجينه هي برغل ولحمه، خيار قدامك، يا لحمه ضان او لحمه دجاج او لحمه بقر، وبصل وبطاطا عم ينسلق، بدنا نسلقه. رح تقولوا لي ليش البطاطا بدك تحطيه بقلب الحشوه؟ طبعا مو كله انا بستهلكه بقلب الحشوه، بس بستهلك انا كميه يعني نصه اللي ورجيتكم اياه. ليه؟ لانه بدي العجينه تمسك. احيانا العجينه بتفرط بالقلي وقت بتحطيها بالمقلى، يلي هلا بالمراحل بتشوفوا شلون عندي بالمقلى. بالمقلى وقت بدي احطها بالزيت بتفرط، فالبطاطا بتمسكها. في ناس بيحطوا طحين، فانا بلاقي البطاطا انفع من الطحين، وحسب خيارات بتبقى الشغله. في ناس بيحطوا نشا مشان تعطي اللون الذهبي، فانا كلهم حمرق لكم اياهم مشان تكونوا انتم على خيارات، كل واحد حسب ما موجود عنده. والله يعين الناس، نحن كمان كل واحد عنده المستلزمات، مو كل شيء، فنحن نعطيه كل الخيارات مشان ياخذ الاسهل. ولا تنسونا من صالح دعائكم. العجينة إن شاء الله بس تفتح الحبة بنرجع لكم ونطحنها سوا. وهلا صارت الكبة عجناها بطريقة، يعني خليني اورجيك اياها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، خليني اورجيك اياها. يعني اكثر من مرة لازم تعمليها على الماكينة، اذا ما كان في ماكينة على ايدك. احتلي البطاطا بتنمعس معس، فيكي تمعسيها معس. كمان البصلة فيكي تبرشيها برش بالبشارة. هلا انا رح اعمل حلقة خصوصي للي بدهم يساووا بايدهم، يلي ما عندهم ماكينة كبة، لانه في اكثر الناس ما عندها ماكينة كبة. فانا حاعمل هي الحلقة، لازم يصير هيك. بعد ما يصير هيك بدك تصيري تكبتلي وتساوي تلفي. انا بدي طالع حلقة مشان لفه. وبعدين ان شاء الله هلا هي طريقة العجينة وطريقة مساواة الكبة بعد ما يصير بهالشكل. ان شاء الله طالع لكم اياها بحلقة ثانية. لا تنسوني من صالح دعائكم. ان شاء الله اكون وفيت معك يا ملكة، وخبريني اذا بتحبي، اذا عندك اي نقص. انا عم بستنى اي تعليقات.